الراجل ده كان ماشي على الشط ومعاه الجهاز بتاعه، جهاز كشف المعادن. طبعا الفيديو ده مثير جدا. ليه بقى؟ لان الجهاز بتاعه قال له ان في حاجة معدنية في الصخرة دي، وانا مش عارف يعني هو بناء على ايه بيصدق الجهاز. بس يلا خلينا نتابع الفيديو، لانك اللي هتشوفه مش ممكن يخطر على بالك. اتفرج يا برنس وقول لي ايه رأيك في الاخر. طبعا بعد ما الجهاز بتاعه قال له ان في حاجة اهو، فهو طبعا صدق الجهاز، ففضل ايه يشيل حتة الصخراية دي حتة بحتة زي ما احنا شايفين كده، وهنشوف هيوصل لايه. اهو قعد يشيل 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 بالراحة وبشويش، وقعت. هيلاقي بقى ايه؟ ورينا. جيب اهو قعد يوسع يوسع يشيل الصخرايه دي. انا مش عارف ازاي يعني المعدن ده بيبقى جوه الصخر، يعني دي ما بيبقاش في الرمله، بيبقى سهل. امال مين اللي دخله جوه الصخر؟ الله اعلم. خلينا بس نتابع الفيديو لانك هتستغرب جدا ايه اللي موجود داخل الصخر. اتفرج يا برنس. دي من الحاجات اللي بتبقى غريبة وعجيبة. جوه الصخر هيلاقي دهب ازاي؟ ما تعرفش. بص قاعد يكسر الصخر ووقعه، وهنشوف ايه هيوصل ليه، وهل ان الكمية اللي هو يلاقيها دي تستاهل المجهود اللي هو بيعمله ده، ويسيب اهله ويروح يقعد في الغابات زي ما احنا شايفين كده وفي الصحراء علشان يدور على حاجة ممكن ما يلاقيهاش اصلا. بس خلينا نتفرج هو هيوصل لايه. بص بقى وصل لايه اهو. عمال الجهاز بتاعه بيقول له في الحتة دي اهو. سامعين الصوت؟ ايوه. حدد له المكان، هو المكان ده. يشيل بايديه اهو. لقى حتة الدهباية دي. ازاي لقاها؟ اهو جوه الصخر. حاجة غريبة وعجيبة. دي بتعمل لها مثلا بتاع 5 جرام او 10 جرام، ممكن حاجة زي كده. هل بقى الموضوع ده يستاهل فعلا؟ 10 على 10. عاش.